ما كنت لأغادر مكة قبل أن أدخل مجلسك يا حجاج. تشريف للدار وتكريم لي يا أمير المؤمنين. وأرى أنه مجلس متواضع ولا يليق بمجلس والي أمير المؤمنين. يا مولاي، ليس في عيني ونفسي من مظاهر الدنيا ومتعها. إذن فأنت تنشد الآخرة ونعيمها. قل لي يا حجاج، كيف ترى أمرك في الحجاز؟ يا مولاي، إني قد حزت الحجاز بشمالي وبقيت يميني فارغة، وإن يميني أشد وأقوى. إذن فأنت طامع بما فوق الحجاز وأكثر منه. لست طامعا يا مولاي إلا بتعزيز ملك أمير المؤمنين وقوة دولته. حجاج، لقد سمعت من القوم في مكة قولا كثيرا وفيه أنهم ساخطون عليك. ما سعيت إلى الناس ورضاهم يا مولاي، بل رضا الله سبحانه ورضا أمير المؤمنين. فما بلغت رضا أحد ممن ذكرت يا حجاج. إن كنت تطمح في أن تملأ يمينك بما هو أهم من الحجاز، فعليك أن تفرغ شمالك وترخيها عن الحجاز. أنا سائر إلى الشام بعد أن أديت فريضة الحج بفضل الله سبحانه وتعالى، فوافني هناك عند أول فرصة تراها مناسبة. كنت قد بعثت إليك بشأن سكينة بنت الحسين، فأغفلت الأمر. لا، لم أغفله يا مولاي، ولقد سعيت إلى لقائها، ولكني كنت أتحير الفرصة لنقل خبر يرضيك. لا بأس. لندع هذا الموضوع جانبا يا حجاج، فليس الوقت مناسبا للخوض فيه، ولا تؤخر اللحاق بي إلى الشام عندما تكون الفرصة مناسبة. بل أعجل به يا مولاي. ما بك يا حجاج؟ هناك أمرا أرجو أن تأذن لي به قبل خروجي من الحجاز يا مولاي. ما هو؟ عزل طارق بن عمرو عن المدينة. ويحك، أما كان ابن عمرو صديقك وقائدك في حربك هنا في الحجاز؟ ألم يستعد لنا المدينة ويمكنك من عبد الله بن الزبير؟ بلى يا مولاي، لا أنكر عليه هذا، بل أنكر عليه أمرا لا يغتفر. ما هو؟ عندما وقفنا على جثمان عبد الله بن الزبير جهر أمام العلن وقال: لم تلد النساء مثله. أهذا قوله بابن الزبير؟ وحين أخذت هذا عليه وزجرته استكبر وأردف وقال: لو سمع مني أمير المؤمنين هذا القول لأقرني عليه. وإني أقره عليه يا حجاج، ولكن لا يجوز لقائد جند يحارب تحت رايتنا وباسمنا أن يجهر بالقول في ذكر فضائل عدونا، وإلا فلماذا نحاربه ونقتله؟ اسمع يا حجاج، ليكن آخر ما تفعله في الحجاز عزل طارق بن عمرو. يوسف، اذهب واجمع لي رهطا من أهل مكة إلى جانب الحرم. في هذا الليل أيها الأمير؟ أجل، في هذا الليل. الليل أصلح لما أريده منهم، وليكن على رأسهم ابن طلحة والحسامي هذا. فإن سألوا عن مرادك منهم؟ ويحك، أيفصح أمير لجنده عما يريده من الرعية؟ اذهب وقل لهم أن الحجاج يرغب بأن يؤم بكم صلاة الفجر. لك الأمر أيها الأمير.
وددت لو كنت معي يا وليد. كرهت أن أكون حاجا في مكة فأرى فيها ما يعكر صفاء النفس. تقصد الحجاج. وهل كنت ترغب في أن يكون ابن الزبير؟ لا مفاضلة بينهما يا أبي. سمعت ما يعزز هذا الرأي. وماذا بعد السماع؟ رفع ظل الحجاج عن الحجاز. أحقا؟ قد لا يصلح للحجاز، لكنه يصلح لغيره. العراق. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وبسم الله. يا أهل مكة، هل ساءكم أن يؤمكم في صلاة هذا الفجر ثقفي لا قرشي؟ إن أمير المؤمنين قرشي، وقد ولاني أمركم، وهذه تشفع لتلك. إنه لقاء أخير بيننا، فأرجو أن تحتملوه. لا أدري والله إن كان ما في نفوسكم مثل ما يظهر على وجوهكم، وإني لا أحسب حين دعوتكم في جوف هذا الليل قد جئتم وفي نفوسكم رهبة لما قد يكون مني، وقد علمت بما كان منكم عني تسرون به لأمير المؤمنين، وقد جهر لي به. ما هذا القول يا حجاج؟ تمهل يا ابن الحسامي، فلم أقل بعد. قد صحبتكم شهورا طوال حتى ليعدل الواحد فيكم دهرا، فما ألفتكم وما أنستم لي. أما أنا مثل بقية الناس، يصدر عني الخير ويصدر عني الشر، فأنكرتم علي الأول وتمسكتم بالثاني ونفختم فيه ليكبر في عين أمير المؤمنين، وإني والله لا أحمل لكم في نفسي من سوء، بل أقول لكم وأخص بالقول ابن الحسامي: جزاكم الله عني كل خير، فإن أمير المؤمنين حين سمع منكم رأى أن يبدلني بخير منكم. إني سائر عنكم ومفارق لكم، وأرجو أن يبدلكم أمير المؤمنين عني بمن تذكرون خيري عندما يصيبكم شره. قد سمعنا منك يا حجاج، ألا تسمع منا؟ ما جئتم إلي لأسمع بعد أن أسمعتم أمير المؤمنين، وما بعد هذا من قول. كثرت علينا أنباء العراق وازداد ما نكره منها، وتباطأ علينا الحجاج فأمرنا بتعجيل قدومه. أعزمت على هذا الأمر؟ أما أشرت عليك؟ ما أشرت، إنما الأمر لك. نحسم فيه عندما يأتينا ما يصلح له. هيا أيها الرجال بسرعة، هيا! أسرع! توقفوا! ما أمرت بهذا. دعوا كل شيء على ما هو عليه، وإذا كانت في هذه الدار فضلة من مال أو متاع أو مؤونة فلتوزع على أصحاب الحاجة بعد خروجي. هيا. هيا. امضوا في طريقكم، أسير وحدي ثم ألقاكم.
هذا الغضب يلازمني حتى القبر. إن خرجت من هنا فإليه. أكمل طريقي إلى مكة. لا. وداعا يا أرض الحجاز، ولا أجيئك بعد يوم هذا إلا حاجا إن يأذن الله. أفسح لي وليذهب من يستأذن لي مولاي أمير المؤمنين. هيا. لا تسد أبواب مولاي الخليفة أمام قاتل ابن الزبير. ويلك، لست بقاتل ابن الزبير، بل مقوض دولة ومزيل خلافة. الحجاج بن يوسف ليس بقاتل فرد، ولا تعد إلى مثل هذا. هيا. قد فرغنا من العزاء بأخينا بشر رحمة الله عليه، وسينعقد هذا المجلس بشكل دائم إلى أن نحسم أمر العراق. مولاي الحجاج بن يوسف يستأذن بالدخول. أدخل. تفضل. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام يا حجاج. قد علمت بالخبر الجلل وأنا على مدخل الشام، فعجلت لتعزية مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه واستمطار الرحمة على الأمير بشر بن مروان. عظم الله أجرك. أما كنت تعجل في الحضور من الحجاز، فما الذي أعاقك؟ ما قدمت إلى هنا يا مولاي إلا وقد استتب الأمر هناك. وما كان ليستتب إلا بخروجك يا مولاي. لا عليك، لا عليك. قد أمرت أن ينعقد المجلس انعقادا دائما لأمر نتشاور فيه، فكن بالمجلس في انعقاده. يا مولاي، لست برجل مجالس، فسيرني لما أنا أهل له. على هونك، فالأمور لا تؤخذ هكذا. فما الشأن الذي... لا تنكر ولا تراوغ. فما عجلت لتعزيتنا بأخينا ووالينا على العراق إلا وأنت عارف بما يشغلنا. أثابك الله على حسن تعزيتك. لا أريد حديثا في غير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم هنا. فإن العراق قد كدر ماؤه وكثر غوغاؤه وعظم خطبه وعسر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي فيخمد نيرانه وينتصر لمظلومه فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ من؟ يا أمير المؤمنين، أنا للعراق. أنزل يدك يا حجاج. ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق، وإني قاهر الفساق ومطفئ نار النفاق. لا أراك لها يا حجاج. بل إني قاسم الظلمة ومعدن الحكمة وآفة الكفر والتوبة. لست لهذا يا حجاج، فانزل يدك. من للعراق؟ أنا للعراق. أردتك آخر المتكلمين يا حجاج.
وسألت 3 فما نطق أحد بالتلبية غيرك. أظنك صاحبها، ولكل شيء آية وعلامة، فما آيتك وعلامتك في هذا؟ العقوبة والعفو، والاقتدار والبسط، والإدناء والإبعاد، والجفاء والبر والوفاء، والتأهب والحزم، والحيطة والعزم، وخوض غمرات الحروب. ومن نازعني قطعته، ومن خالفني قسمته، ومن جادلني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمان أعطيته، ومن سعى للطاعة أجلته. هذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني، فإن كنت للأعناق قطاعا، وللأرواح نزاعا، وللأموال جماعا، ولك نفاعا. وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين غيري، فالناس كثر، ولكن من يقوم في هذا الأمر قليل. أنت لها يا حجاج، فما الذي تحتاج إليه؟ قليل من الجند والمال. اسمع يا وليد، هيئوا له ما يحتاجه من الجند والمال. ومتى تسير إلى العراق؟ يا مولاي، إني مشوق للسير في كل آن، لا أدري إن كان تلاهفي يمهلني إلى أن أجاز. تفضل. لا نقبل نقودا بيزنطية هنا. بماذا تتداولون إذن وليس لكم نقود خاصة بكم؟ بلى، فما عدنا نتداول في دولة بني أمية إلا بنقود عربية، بهذا الدينار العربي الذي أسسه وأشاعه أمير المؤمنين عبد الملك، فلا نقبل غيره. يا مولاي، لقد ألصقتني بك همة ستظل نواظرها ترمي بي إلى البعيد، وقد أخذت منك نصيبا أقتسمه في نفسي، الإشفاق من سخطه والمواظبة على موافقته. فامض بهذه الهمة واحتل لقتل كل متمرد عاص، فقد بلغني منهم ما أكره. إني على هذا يا مولاي، وإن أمر العراق يهمني قبل أن أبلغه، وكنت أدعو الله أن يبتليني بهم ويبتليهم بي، فأجاب الله دعائي بفضل أمير المؤمنين. سر على بركة الله وببركة أمير المؤمنين إلى العراقين، الكوفة والبصرة. فإذا وصلت الكوفة فطأها وطأة ترتعد لها قلوب أهل البصرة، وإذا قدمت البصرة ارمها رمية تنخلع لها قلوب أهل الكوفة. لقد حملت إلينا أيها الرسول كتاب استفزاز أثارنا، ولولا أننا نكرم الرسول مهما كانت رسالته لعاقبناك على حملها إلينا. ألا تقولون بلسانكم أيها الخليفة ما على الرسول إلا البلاغ؟ قد بلغتنا أمرا أغضبنا. فما يكون ردكم على سيد الأمبراطور؟ أما هذه الرسالة فلا رد عليها، نكظم غيظنا ولا نقابله بمثلها. أما ما جئت تطالب به وكأنه حق لكم فنحن نرفضه. أيها الخليفة، ما أنهيت قولي أيها الرسول فاستمع حتى آخره. كنا نبعث إلى بيزنطة بمال ندفعه ليمنع عن حدودنا الشمالية قبائل الجراجمة وما تلحقه فيها من خراب في الديار وترويع الناس. وقد منعناهم أيها الخليفة. ليس كما يجدر أن يكون عليه الأمر، ولهذا فإننا نأخذ منذ اليوم هذا الأمر بأيدينا. لكن هذا المال الذي تدفعونه لسيد الأمبراطور توافقتم عليه. أو ترى أنها ضريبة علينا أو جزية أيها الرجل؟ اسمع، عد إلى سيدك واخبره بما سأقول. ليس لإمبراطور بيزنطة أي حق على عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين في شيء. أمر آخر أيها الخليفة. لا تذكره أيها الرسول، فنحن نعرفه ونعرف أنه يغيظكم. أجل، لقد حررنا أنفسنا من عملة بيزنطة وأحللنا محلها الدينار العربي، وهذا أمر لا رجعة عنه. أترى أيها الرجل، ليس بيننا وبين بيزنطة بعد هذا إلا حسن الجوار، إن حفظته حفظناه. فعد إلى الإمبراطور بهذا.
ما رأيك يا وليد؟ لقد استهانوا بأمرنا يا أمير المؤمنين فاستكبروا. إلى حين، إلى أن ننهي كل مشاكل الداخل، تلك التي تعوقنا عن مواجهة أعداء الخارج. يرفع المجلس. طوال المجلس كنت ألمح قولا يكاد يخرج منك ثم تكتمه. إنه أمر بسيط. لو كان كذلك لما ترددت به طويلا. هو حديث بشأن العراق وما فيه، كأنما ركنت لهذا الأمر وما عاد يشغله بعد أن سيرت الحجاج إليه، وفي نفسي تخوف. تخوف مما؟ أخشى أن تثير تولية الحجاج أمر العراق من الفتن أكثر مما تخمد. ستثير، أعرف ذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى رجل ذو بأس وشدة، والحجاج أهل له. أهل له. تعال يا وليد. ننزل هنا ونصابح الكوفة غدا. لا أدري ما يتكشف لنا يوم الغد. ترجلوا. أجل يا خالد، قد حن بينك وبين هذا الأمر، لأننا كنا نرى فيه أبعد من مسألة زواج بين امرأة ورجل. أما الآن فقد زال هذا الأمر، ولا شيء يحول بينك وبين مرادك. اذهب إليه فإننا نبارك. أريد هذه الناقة. ما غايتك منها أيها الأمير؟ أدخل الكوفة بها. أيها الأمير، إنها بلا حشية ولا وطاء. هذه بغيتي. أيعزلني أمير المؤمنين وأنا من أمية، ويولي على العراقين رجلا من ثقيف؟ لا بأس، لا بأس، أفارقه، ولعل الله يبدلني خيرا منه. أيها الأمير، أين القوم؟ قد اجتمعوا في المسجد لصلاة الجمعة. اذهب إليهم وأنبئهم بقدومي. أما أنتم فانظروا أبواب المسجد وقفوا عليها بسيوفكم، فمن أراد الخروج قبل أن أنهي وآذن له فليخرج بدنه من تحت السيف دون رأسه. يا أهل الكوفة، هذا الحجاج بن يوسف قد قدم أميرا على العراق، فانتظروا دخوله عليكم
أخاطبكم. أبعدوا عنه. قبح الله بني أمية أيولون مثل هذا على العراق. قد جمعت حصى أرميه بها. انتظر إلى أن يتكلم. اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين. السلام عليكم. ويلكم، يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون السلام، والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. أعد. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين. السلام عليكم. وعلى أمير المؤمنين السلام. أيها الناس، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد ولاني أمركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم. وأخبركم أنه حين ولاني عليكم قلدني بسيفين، سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة. أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته، وسيف العذاب والنقمة فهذا هو. أنا ابن شلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرف. يا أهل الكوفة، إني والله لأحمل الشر بحمله وأجزيه بمثله، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة، وإني أرى رؤوسا قد عينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، كأني الآن أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. إني والله يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومفاسد الأخلاق قد فتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم أوضعتم في الفتن ومراقد الضلال وسننتم سنن الغي، وإني والله لألحونكم لحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وإني لا أعد إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا خربت، ولأهبرنكم بالسيف هبرا
يدع النساء أياما والولدان يتامى. إن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة الخوارج مع المهلب، وأقسم بالله العظيم لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه ب3 أيام إلا سفكت دمه وانتهبت ماله وهدمت داره.